النهارده الحلقة كلها إثارة وحماس ونهاية كاف كمان ووصول وحش جديد أخطر من كاف نفسه، ويا ترى هيتعاملوا مع الاتنين ازاي؟ مساء الفل عليكم يا أساطير، معاكم نور بقدم لكم ملخصات الأنمي. اللي ما سمعش الحلقة اللي فاتت ينزل يتفرج عليها، وهي عبارة عن إن قوات الدفاع بيكونوا متحفظين على كاف كاجو رقم 8 وإيساو بيقرر إن هو يحاربه وبيلبس بدلة وحش رقم 2 علشان يهاجمه، وطبعا التلاميذ بيمارسوا حياتهم زي العادي وبيروحوا الجيم، ورينو بيكون بيتمرن مع زميله اللي بيسأله انت مبسوط كده يا رينو؟ ورينو بيقول له طب اعمل ايه في اللي انا فيه؟ فبيقول له انت كنت عايز تروح وحدة تانية وتسيبنا كلنا وتكون لوحدك. ورينو بيقول له انا كنت عايز ابقى اقوى وابتدي اعتمد على نفسي. وصاحبه بيقول له يعني انت ما تعرفش تعمل ده وانت معانا؟ ورينو بيقول له ايوه انا اعرف اعمل ده وانا معاكم، ولكن انا عايز القوة دي في اسرع وقت ممكن، ولو وجودي في وحدة تانية هيخليني اقوى انا موافق ان انا اروح من بكرة، علشان انا عايز اقدر احمي نفسي واحمي كاف بدل ما هو كل مرة يحميني. وصاحبه بيقول له انت فاكر كاف هيرجع ولا ايه؟ هي فيها مرة تانية؟ ورينو بيقول له هيرجع وهتشوف كلامي، بس انا عايز كاف لما يرجع ما يكونش لسه ضعيف. وبيبتدي صاحبه يتخض من كلمة ان كاف هيرجع وبيبتدي يتمرن اكتر من العادي. وبيوصلوا اصحابهم وبيقولوا لهم انتوا بتتجادلوا في ايه؟ مفيش وقت، انتوا عارفين ان النهارده هو اليوم اللي هيقرروا هيعملوا فيه ايه مع كاف ولا ايه الدنيا؟ وبيقولوا لهم كمان في خبر تاني ان اشيرو مينا جاية في الطريق، واكيد في اخبار حلوة عشان كده اشيرو مينا جايه. وكلهم متحمسين جدا انهم يسمعوا الاخبار دي عن كاف، وبتحضر فعلا اشيرو مينا في قاعه الاجتماعات وبيقولوا لها ان المدير العام بيفحص كاف، واول ما هيخلص فحص كاف هنبتدي نقعد معاكي. وبيطلبوا من اشيرو مينا تنتظر، فاشيرو مينا بتقعد زي العادي وبيطلبوا منها انها تقف لانها مراقب ومش معمول حسابها في كرسي زيهم. وبتقف تاني اشيرو مينا وبتستناهم، وشينوميا بتحاول توقف كاف، وايساو بيقول كاف ده سريع جدا ولكن مازال حيوان، يعني هو عمل فتحة انه هو يقدر يهرب منها ولكنه ما استخدمهاش وبيقرر يهاجم بس، فهو عقله مش عقل انسان شغال. وبيلاقي كاف بيهجم عليه هجوم التنين، وبيقول هو بيهجم الهجمة دي رغم انه عارف لو جسده اتدمر مش هيعرف يصلحه ولا يجدده، وايساو كان فاكر ان جسده مش هيتصلح ولا يتجدد تاني. وبيقول لو انا حاولت استخدم احساسي البشري زي كل مرة هندم قوي في المعركة دي، ده انا حتى لابس بدلة الوحش رقم 2 والمفروض افكر بره الصندوق عشان اقدر اخلص عليه او اطلع كاف من جواه. وكاف جوه وحش رقم 8 مش قادر يسيطر على نفسه ولا على روح الوحش اللي جواه، وبيدمر المكان كله بشكل هجومي. اما ايساو بيقول انا لو مش معايا درع رقم 2 انا كنت زماني دلوقتي ميت وفي الصندوق. وشينوميا بتكون خايفه قوي عليهم هما الاتنين لانها بتحب كاف وبتثق فيه لانه انقذها قبل كده، وكمان طبعا بتحب باباها وما كانتش عايزاه ان هو يبتدي يخلص على كاف رقم 8. واما ايساو بيستخدم القوه القتاليه وبيفجر القوه كلها علشان يحاول يهجم على كاف او يقضي على الوحش اللي جواه، ولكن كاف بيستخدم نواته وبيتجدد من تاني، وفي وقتها بيفاجئ ايساو جدا وبيقوم كاف من تاني وبيدمر المكان كله واساسيات القاعده كمان. وحتى فرقه المراقبه بيستغربوا من قوته وبيقولوا ده هيدمر المكان كله وشكلنا هنحتاج فلوس قد كده عشان نصلح المكان من تاني. وشينوميا بتفتكر باباها وكلامه وبتقول شكل والدي عايز يختبره ومش هيموته ان شاء الله. واما تلاميذ الكتيبه بيكونوا متاثرين قوي بكلام كاف اللي انقذ الكتيبه كلها، وكله مشغول بكاف. اما كاف جوه المعركه وكاف بيجرح ايساو وبيتجاوز قوته وحتى كمان بيتجاوز ثباته، ومحدش بيبقى عارف ازاي هيسيطروا عليه. وكاف من جوه الوحش بيحاول يوقف كل ده ومش عارف، ولكن بيبقى المنظر مرعب بالنسبه لهم. وكاف بيمسك ايساو وبيمسح بكرامته الارض، وبيحاول كاف من جوه يصرخ بروح الانسان اللي جواه ان هو يوقف كل اللي بيحصل. وبيبص لشينوميا وبيفتكر كلامها وهي بتقول له على فكره يا كاف لو طلعت شخص مؤذي للبشريه انا اللي هقضي عليك وهقتلك. وبتعيط شينوميا لان ابوها يعتبر كاف بيخلص عليه وهي مضطره تقتل كاف، وبتصرخ شينوميا وبتقول له لا علشان ابوها بس ما يستسلمش. وشينوميا بتحاول توقف كاف ولكن كاف مش قادر يسمعها من روح الوحش اللي جواه، وبيلاقي كاف جزء من الوحش بيسيطر عليه اكتر واكتر، وبيفتكر كلام اشيرو مينا لما قبضت عليه وكان جواه وحش عمال يتلاشى. وبينزل كاف بتفكيره في الميه ومش حاسس بنفسه، قال ايه بيحلم. وايساو منتظر كاف هيعمل ايه فيه، وبيقول ايساو يا ترى في امل في رجوع كاف انه يرجع انسان طبيعي. وكاف بيتخيل في حلمه ان شينوميا بتيجي بتنقذه، وبينزف كاف وبيقول لايساو انا دلوقتي كاف ومش كاجو رقم 8، وبيبتدي يتلاشى وبيقع وبيتحلل جسم الوحش وبيخرج منه كاف.
وبيحضر نارومي قائد الفرقه الاولى بقوات الدفاع وبيقول لإيساو انت كنت عايز تقتل نفسك ولا ايه؟ وإيساو بيقول له انت غبي؟ اي نعم ان انا معترف ان هو اقوى مما توقعت، ولكن رغم كده بيكلم المسعفين علشان ياخدوا رقم 8 فورا والا ممكن يدمر جوهرته. ونارومي بيسأل إيساو هتعمل ايه بقى مع كاف يا سيدي؟ وبيوصل خبر لأشيرو مينا ان إيساو انهى فحصه مع كاف. وبيحضر إيساو في قاعة الاجتماعات وكل الأعضاء بيكونوا موجودين وبيقولوا لأشيرو مينا قولي لنا بقى إيه رأيك في كاف وأنتي أول واحدة شايفاه من أول يوم ليه في الفرقة، ومش بس كده احنا عايزين عنه أي حاجة في التقرير وأي حاجة تعرفيها من قبل انضمامه للفرقة. احنا عارفين إنك تعرفيه من قبل كده. وبتقول لهم فعلا ولكن من لحظة دخوله وأنا بتعامل معاه رسمي جدا وكأني معرفوش. وبيقول لها بس سجلاتنا بتقول إنه فشل أثناء الامتحان، إزاي يكمل؟ ولا هوشينا هو اللي اختاره ضابط احتياط؟ وبتقول لهم فعلا هوشينا هو اللي اختاره. وبيقول لها عشان نكون واضحين احنا محتاجين تقريرك بالاوراق بالظبط، وعشان تكوني عارفه ان شهادتك لينا بالنسبه لكاجو رقم 8 ملهاش اي تاثير على مصيره ومش عايزينك تحسي باي مسؤوليه تجاهه ولا اي ذنب للي يحصل معاه. واشيرو مينا بتقول لهم انا سايبه الموضوع للمتخصصين هم يقدروا يقرروا بنفسهم اذا كان كاف انسان ولا كاجو، وغير ده كله هقول لكم اللي اعرفه عن كاف بما انه ضابط في قوات الدفاع مش اكتر. في عمليه كنا فيها ولكن كاف ساهم في وحدته انه يكتشف اعضاء التكاثر لليوجو علشان نعرف نقضي عليها، واجتهد جدا في انه ينقذ حياة زملائه، ودي مش مرة دي اكتر من مرة. وطبعا معركة كاجو رقم 10 كانت ملحوظة جدا انه انقذ الفرقة 3 منها وقضى عليها من خلال انه دمر قنبلة اليوجو السامة. وبيقول لها طبعا ما هو استخدم قوة الكاجو اللي جواه مش قوة الانسان، فطبعا مش هيقدر يكون زيكم وهيقدر ينقذكم باسهل حاجة، واكيد مفيش ضابط مبتدئ يقدر يعمل ده كله، وده دليل اقوى على انه وحش رقم 8. وبتقول لهم أشيرو مينا فعلا عندكم حق، اللي يثبت ده كله انه كمان قوته الدفاعيه من اول ما انضم لينا 0% وعدى بس في الامتحان وخلاص، ولكنه فشل في امتحان قوات الدفاع 12 مره ورا بعض قبل كده. وبيتفاجئوا جدا من كلامها وبتقول لهم مش بس كده ده عمره كبير جدا وهو اكبر تلميذ سنا ما بين المتقدمين كلهم. وواحد منهم بيقول لها اكيد استخدم قوته دي علشان يغش بيها، وأشيرو مينا بتقول لهم لا اكيد ما كانش قدم 12 مره ورغم فشله ما استسلمش، وقوته القتاليه 0%، وان جسده بيتحول لكاجو وما توقفش لحظه انه ينقذ اللي حواليه، وشخص بيكره الاستسلام وبيهتم باللي حواليه جدا. وبتفتكر طفولتها انها كانت قد ايه حزينه جدا لما فقدت اهلها وهو الوحيد اللي وقف جنبها. وبتقول لهم عنده انسانيه عاليه جدا وده كله خلانا نثق في كاف جدا وان ده معدنه، وكلهم بيكونوا في حاله ذهول وفي حاله اعتراض في نفس الوقت. وبيقولوا لها مش عايزين رايك الشخصي ياثر على الموضوع وكفايه دفاع عنه، ما نقدرش نثق في حد زي كده ونقول قلبه ومش قلبه. وإيساو بيشكر أشيرو مينا وبيقول لها رسالتك وصلت وتقدري تمشي دلوقتي، وبتمشي فعلا أشيرو مينا. وبيفوق كاف في المستشفى وبيلاقي إيساو جنبه وبيخاف منه جدا، ولكن إيساو بيقول له انا هنا مش عشان اقتلك. وكاف بيقول له ايه ده انت لسه عايش يا إيساو؟ معنى كده ان انتوا قبلتوني كإنسان صح كده وانا عدو في قوات الدفاع. وإيساو بيبص له وبيقول له بص لقلبك كده، وبيتفاجئ كاف من اللي حاصل في جسمه وبيقول له لو مش جواك قلب انسان كنت ميت من ساعتها، وانا موجود هنا عشان اقول لك المجلس قرر ايه. انت فعلا كاجو مش انسان، لكن لسه ما قررناش مصيرك هيبقى عامل ازاي، والناس مش عايزه تسمح لك انك تعيش اصلا. وبيكون إيساو قرر ان كاجو رقم 8 ده هيحارب معاهم ومش هيحولوه لاسلحه ولا حاجه، والكل بيعترض وبيهاجم إيساو. وإيساو بيقول لهم هو فعلا قادر يسيطر على نفسه وقعد مع قوات الدفاع لكام شهر وكان بينقذهم، فطبيعي ان هو يقدر يسيطر طول الوقت ده، ومش متاكد لو حولناه اصلا لسلاح هنقدر نستفاد منه في انتاج طاقه ولا لا. وبيقول لهم انتوا شايفين الديكاجو عددها عامل ازاي وعمالين يكتروا في قوتهم وعددهم، فاحنا بنبقى عايزين نخلص عليهم بافضل طريقه ممكنه. وبيقول لهم انتوا ناسيين كاجو رقم 6 ولا ايه، والكوارث اللي حصلت بسببه من عشرات السنين، ده موت اكتر من 200 ضابط وبما في ذلك زوجته طبعا، وكل مدى عمالين يتزايدوا في القدره والعدد واحنا مش قادرين عليهم اصلا، وكلهم بيعارضوه في الكلام وبيقولوا له لا. وإيساو بيقول لكاف لازم تثبت قدرتك ان انت عايز تعيش ككاف ولا لا، وكاف بيقول هيهدوني لحد ما يحولوني سلاح. هو بيقول له انا عايز ابقى في قوات الدفاع بس مش اكتر. وأشيرو مينا وشينوميا بيكونوا منتظرين القرار اللي هتاخده قوات الدفاع بالنسبه لكاجو، وبتوصل لهم رساله ان تم تاجيل التخلص من كاف. وشينوميا بتقول لازم اكون اقوى من كده علشان ما اضطرش في موقف زي كده ان انا انتظر. واصحابه بيتصدموا من الخبر، ورينو طبعا بيكون في قمه فرحه وبيقول كنت متاكد انه هيرجع وهيرجع اقوى من الاول. وشينا بيقول اوحش حاجه ان الناس عارفه انه معانا وحش بيقاتل ولازم نثبت ان كاف مفيد ليهم مش ضار، وبيساعدهم في الامور
دي كلها، ولكن الدنيا هتكون اصعب من زمان. وإيساو بيقول لكاف فوق كده خليك معايا، وكاف بيكون بخطرف باسم أشيرو مينا. واما كاجو رقم 9 بيكون بيراقب الكل وبيخطط لتدمير القاعدة، وده بيكون اخطر من اي كاجو وصل قبل كده، وبيكون عايز يحصل على قوة كاجو رقم 8، وبيكون مراقب الكل واحد واحد. وبكده يا اصحابي تكون خلصت حلقة النهاردة، اشوفكم على خير في ملخص تاني جديد.